السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في قناة منال دي اي واي. فيديو النهاردة هنعمل شنطة ظهر صغيرة. هعملها بخيط مكرمية قطن وابرة مقاس 3.5. الخيط ده سمكه 2 مللي. انا هبتدي بعمل 29 سلسلة. عملت 29 سلسلة وهشتغل في الحلقات الخلفية. من اول واحدة دي مش هدخل فيها، هدخل في التاني حلقة على طول، وهعمل 28 غرزة حشو. عملت 28 غرزة حشو، هرتفع سلسلة وهرجع كده هنا 28 غرزة حشو. ده السطر التاني. انا خلصت 28 غرزة حشو، هرتفع سلسلة وهرجع برضو 28 غرزة حشو، وافضل ارتفع على كده لحد ما يبقى معايا 28 سطر من غرزة الحشو. وما ننساش سلسلة الارتفاع في كل سطر. ارتفعت 28 سطر، حوالي 19.5 20. بعد ما خلصت 28 سطر هبتدي بقى في التناقص. هرتفع سلسلة وهلف الشغل، واول غرزتين واخر غرزتين بعمل فيهم تناقص. بدخل كده في اول غرزة واسحب الخيط، بعد كده هدخل في تاني غرزة، سحبت الخيط بقى معايا 3، هلف الخيط واخرج منهم هما ال3 مرة واحدة، وبعد كده همشي بقى غرزة الحشو عادي لحد اخر غرزتين هعمل برضو فيهم تناقص. وصلت لاخر غرزتين هعمل برضو فيهم تناقص. هدخل في اول غرزة واسحب الخيط، وادخل في اللي بعدها واسحب الخيط، بقى معايا 3 حلقات. هلف الخيط على الابرة واخرج منهم هما ال3، وهرتفع سلسلة والف الخيط. هنا هعمل السطر ده كله حشو بس من غير تناقص ولا اي حاجة. خلصت السطر من غير تناقص، عملته حشو عادي بس. هرتفع سلسلة وهلف الخيط، وهنا كده هعمل تناقص. بقى معايا 3 حلقات على الابرة، هلف الخيط واخرج منهم هما ال3. بعد اول تناقص بمشي حشو عادي لحد اخر غرزتين هعمل فيهم تناقص. وصلت اهو لاخر غرزتين هعمل فيهم تناقص مع الغرزة التانية، واخرج منهم هما ال3، وهرتفع سلسلة. والسطر ده هعمله حشو بس.
سطر هعمل فيه تناقص من الجنبين، وسطر هعمله حشو ثابت من غير تناقص ولا اي حاجة. هفضل ماشية على كده لحد ما يبقى معايا في الاخر 18 غرزة حشو في النص بس، وهخلصهم كلهم بره الفيديو وارجع لكم. هقيسها بالمازورة. 27، وطبعا هنا 20. هاجي عند اخر واحدة هنا عملتها، هعمل جنبها غرزة حشو، وفي كل سطر هنا من الجنب هعمل غرزة حشو. هفضل ماشية على كده لحد اخر سطر هنا. هاجي هنا في السطر ده هعمل فيه 2 غرزة حشو. الغرزة عملتها دي هحط فيها ماركر، وهكمل حشو هنا عادي. الجنب هنا كده هعمل 2 غرزة حشو. اول واحدة وهحط فيها ماركر برضو، وفي نفس المكان هعمل واحدة كمان. وهكمل في كل سطر غرزة حشو عادي. اخر سطر اهو، عملت غرزة حشو. باجي في اول سلسلة بدخل فيها كده، انا كده خلصتها. ده اللي هيبقى من بره، وده الشنطة من جوه. تمام. هنيجي هنا كده في جسم الشنطة من جوه، الحلقات دي كده اهي، هنشتغل على الحلقات دي، مش هنشتغل على دول خالص، هنشتغل على الحلقات دي. هنرتفع سلسلة، وفي نفس المكان هعمل غرزة حشو. واضحة؟ اللي بعدها هدخل هنا فيها اهي، هدخل في الحلقات دي وهعمل حشو.
هستمر على كده في كل واحدة من الحلقات اللي هنا. هعمل غرزة حشو لحد ما اوصل لحد هنا. ما ننساش برضو هنحط الماركر في الغرزة اللي هنعملها هنا بتاعت الحشو. نيجي هنا اهو، هعمل غرزة حشو وانقل الماركر. في كل سطر هعمله هنقل الماركر. اخر واحدة اهي. طبعا ماليش دعوة بسلسلة الارتفاع، وهدخل في اللي بعدها على طول واقفل بمنزلقة وهرتفع سلسلة. مكان ما ارتفعت كده هعمل غرزة حشو عادي في الغرزة كاملة. مكان ما ارتفعت كده عملت غرزة حشو، وهنا كده هعمل غرزة حشو. همشي بغرز الحشو عادي بقى دلوقتي. هفضل ارتفع على كده 5 ادوار، وفي كل ما اجي عند الماركر هشيل العلامة واحطها في السطر اللي بعدها لحد ما يكملوا معايا 5 ادوار. ماليش دعوة بسلسلة الارتفاع. هدخل في اول غرزة حشو وارتفع سلسلة، ومكان ما برتفع هعمل غرزة الحشو واكمل على كده. وصلت هنا لاخر غرزة معايا. كنت هنا كل ما بطلع دور انقل الماركر للغرزة اللي بعدها. ملناش دعوة بغرزة الارتفاع. تمام. هنا كده الماركر محطوط في الزاوية بالظبط، في الزاوية هنا. وبرضو عملت واحدة تانية زيها. هيبقى سهل ان انا احط هنا الماركر اشبكهم عشان اعد، مش مستاهلة هنا ان انا اعد من اول وجديد او اظبطها. هي كده مظبوطة تلقائي. دلوقتي هنعمل جيب للشنطة والقلاب. هنعمل 25 سلسلة. هنشتغل في الحلقات اللي من الخلف. هنلف الخيط على الإبرة وهنسيب أول حلقة، هندخل في التانية ونعمل غرزة نص عمود، واللي بعدها منزلقة، واللي بعدها نص عمود، واللي بعدها منزلقة. نلف الخيط وندخل في الحلقة، نسحب الخيط، هيبقى معانا 3 حلقات. هنلف الخيط على الإبرة وبنخرج منهم هما ال3. يبقى كده دي نص عمود، وهنا كده منزلقة.
هنستمر على كده لحد اخر حلقة، واخر حلقة هتبقى معانا منزلقة. اخر حلقة معايا هعملها منزلقة. وهرتفع سلسلة، هلف الخيط وهشتغل على اول غرزة نص عمود، واللي بعدها منزلقة، نص عمود، منزلقة. افضل على نص عمود منزلقة لحد الاخر. وصلت هنا لاخر غرزة، هعمل منزلقة وهرتفع سلسلة، وفي كل سطر هرتفع سلسلة من هنا ومن هنا، والقطعة هشتغلها نص عمود منزلقة نص عمود منزلقة لحد ما اطلع 20 دور للجيب. اما بالنسبة للقلاب فانا هشتغل 10 ادوار بس بنفس الطريقة. هخلص الجيب والقلاب وهرجع لكم. عملت الجيب ولفيته هنا كده بغرزة الحشو، وهنا طلعت 20 دور. وبالنسبة ده للقلاب عملت 10 ادوار، وهنا هناخد سلسلة ونلف هنا برضو في كل سطر غرزة حشو. وهنا هعمل غرزة حشو وسلسلة، وهبتدي هنا برضو اعمل غرزة حشو في كل غرزة. هكمل كل ده لحد هنا. هنا هنعمل سلسلة ونكمل غرزة حشو. اخر واحدة عملت فيها حشو. من بعد الماركر هنا عديت 24 غرزة، وحطيت الماركر ده في الغرزة ال 24، وهنا كده نفس الكلام. عديت 24 وحطيت الماركر في الغرزة ال 24. هنا كده هو مظبوط من الاول، علشان احنا كنا كل ما نطلع سطر بنحط الماركر في السطر اللي بعده. هنحط الجيب هنا في النص وهنثبته ونمشي عليه بالخيط كله. انا ثبت الابره ورا هنا، وخدت فتلتين من الخيط نفسه ورحت فكه 2 منه وحطيت في الابره، ثبتها من ورا هنا، وهمشي على الجيب اثبته وامشي عليه. ثبت الجيب هنا، هجيب بقى القلاب بتاعه، هخلي الجزء ده كده اللي احنا عملناه بالحشو من تحت وهثبته هنا. ركبت القلاب اهو،
هنا هنفك واحد ونحطه في التاني كده. خدت جزء من الخيط حطه في الابره. هنا بقى هاخد كل اتنين قصاد بعض. هفضل ماشية على كده كل غرزتين قصاد بعض لحد ما اوصل لحد هنا. انا قفلتها اهو كل غرزتين قصاد بعض. نضفت الخيط. دلوقتي هركب السوستة. هثبتها هنا كده بالخيط وبعدين اخيطها عشان انا مش هعرف اخيطها قدام الكاميرا. ركبت السوستة. ودلوقتي هعمل ايد هنا للشنطة. هي دي كده ايد الشنطة. عملت 18 سلسلة وبعدين طلعت 3 سطور في 17 غرزة حشو. تمام. هرتفع سلسلة، هقفلهم على بعض كده اهو، وهاخد كل غرزتين قدام بعض بمنزلقة. اللي بعدها اهو. افضل ماشية للاخر كده بغرزة المنزلقة كل اتنين قصاد بعض. ده كده شكل الايد اهو.
هرتفع سلسلة هداري الخيط ده وهخيطها هنا كده اهي شكل الايد، ثبتها في النص وجبت الحلقات سهلة الفتح هوسطنها هنا كده حطيتهم هنا كده اهو. علشان لطفلة صغيرة انا جايبة ده متر واحد بس، ممكن تبقى متر وربع، متر ونص، على حسب اللي هتعملي لها الشنطة. وده شكل الشنطة، اتمنى يعجبكم. مستنية رأيكم في التعليقات، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله.